هنعمل النهاردة مع بعض أحلى وأطعم ناجتس أنا عملتها في حياتي. ده هنا ربع كيلو فراخ صدور، تمام. وعملت عليه بطاطستين صغيرين، تمام. احنا بنسلقهم حوالي ربع سلقة كده. ونزلت هنا ب3 معالق نشا، ونزلت بكيس فيجيتار، تمام. ونزلت هنا ببيضة، ونزلت بملح وبابريكا وفلفل اسود ونزلنا كمان بمعلقتين لبن نيدو، تمام. اي نوع عندك. وتمام، هنضربهم بقى كويس قوي في الكبه زي ما انتم ما شفتوا كده لغايه لما تبقى ناعمه خالص. بعد كده احنا بنحطها في صينيه او في اي حاجه، بنحطها في الفريزر حوالي ساعه ان هي تسقع كده، ونقدر ان احنا نتحكم فيها ونقدر نشكلها زي ما انتم ما شايفين كده. هنا هو بعد ما طلعت انا بحاول اشكلها، يعني انتوا يا جماعه الاشكال دي انتوا حرين فيها يعني. ممكن تجيبوا القطاعات وتشكلوها بيها، تعملوها شكل ارنب، الاشكال دي انتوا حرين يعني. دي حرية شخصية وعادي، كل واحد على حسب ما يحب يعني. انا عملتها الشكل التقليدي خالص، بس انا كبرت حجمها شوية، تمام. زي ما انتوا ما شايفين، وده سمكها اهوت. وهنا كنت خلصت كله اهوت، كنت بوريكوا اخر كام واحدة، تمام. اهوت انا هبتدي هنا احطها في الفيجيتار الاول اللي هو الناعم، تمام. زي ما انتوا ما شايفين كده. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعه للقناه، عشان دعمكم ده اللي هيخليني استمر برضو في ان انا انزل وصفات. وهستنى تعليقاتكم على الوصفه. اهوت انا كده خلاص هخلص الناجتس كلها. بعد كده هبتدي اخد بقى قطعه واقلبتها، اهوت ده الفيجيتار اهوت. هاخد القطعه الفيجيتار احطها في الميه اللي في الطبق ده، هناك ده ميه، تمام، عشان يتحط عليها الكريسبي اللي بره ده، تمام. انا بحطها اهوت في الميه وبرجع احطها في الكريسبي كده. تاخد بقى طبقه بتبقى يعني بجد هي تحفه، وطعمها تحفه ومفيده، وانتي عاملاها في البيت وضامنه الحاجه اللي فيها، وعارفه ان هي ما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش اي حاجه مضره باطفالك. واهوت دي انا حمرت 3 وحدات كده اهوت. دي طالعه تحفه، احلى من بتاعه المحلات اقسم بالله. يعني بجد هي احلى من بتاعه المحلات زي ما انتم ما شايفين كده اهوت. حتى ما هيش شاربه زيت، ما هيش مش طعمها اللي هو وحش. انا بصراحه بتاعه المحلات دي ما بحبهاش، جربت كذا نوع وما مرتحتش فيه، تمام. اهوت هرسهم اهوت، شكلها تحفه وطعمها قمر. بجربوا.